موضوع كثر عليه بزاف ديال اللغط والجدل في هذه الايام الاخيره، ورجع مورا رمضان اللي هو الساعه الاضافيه. وبزاف ديال الناس كيقولوا واش هاد الساعه الاضافيه مزيانه لينا، شنو هما المزايا الاقتصاديه ليها، وعلاش الحكومه ديالنا باقا متشبته بهاد الساعه الاضافيه والتزم الصمت وسكت على هذا الموضوع. اولا باش نعرفوا نرجعوا التاريخ على الساعه الاضافيه، كان بدات في 2008 في حكومه الوزير الاول الاسبق عباس الفاسي 2008، وكان الهدف منها هو من ناحيه اولى توفير الطاقه. ثاني حاجه هو ملائمه التوقيت، خصوصا ان كنعرفوا بزاف ديال المغاربه كتنطبق عليهم ديك المقوله الشهيره ديال السي مهدي: عايشين في المغرب وخدامين في فرنسا. يعني خدامين مع شركات فرنسيه بالتوقيت ديالهم، فباش يكون داك لالينيومون داك المغربي والتوقيت الفرنسي اللي جي ام تي بلس 1، اضطرينا نزيدو ساعه. وفي الاول كانت ماشي على طول السنه، كانت كتبدا في مارس وكتنتهي في اكتوبر، يعني تقريبا 7 اشهر بجي ام تي بلس 1 وخمسة اشهر بالجي ام تي. ولكن في عهد العثماني كما كتعرفوا خدا قرار اللي اثار الجدل بزياده او بتعميم الساعه على طول العام الا في رمضان. واش كيطرح التساؤل: شنو هو المزايا ديال الساعه الاضافيه اللي خاليه الحكومه ديالنا تثبت بها؟ اولا نكونوا براغماتيين شويه ونحطوا الامور في كفه الميزان، من هذه الناحيه المزايا الاقتصاديه، ومن الناحيه الاخرى التكلفه الاجتماعيه والنفسيه ديال المواطن المغربي. المزايا الاقتصاديه هو توفير الطاقه، وهذا الامر لربما كيكون ملحوظ اكثر في فصل الصيف اكثر من فصل الشتاء. ولكن هذا الشيء شحال غادي، السؤال دابا اللي كيطرح نفسه: شحال ديال السيفين، شحال ديال يعني كندخروا تاع المصاريف باعتماد هذه الساعه الاضافيه؟ الجواب اللي لحد الان الحكومه ما قدرتش تجاوب عليه. ثاني حاجه لو بغينا نشوفوا التكلفه الاجتماعيه اللي هي باينه وواضحه: اولا اضطراب النوم، تزايد نوبات القلق، كي هادشي يقدر يؤدي لامراض القلب. وكذلك هادشي ممكن انه ياثر على السلامه الطرقيه، حيت الناس ولاو كيسوقوا بالليل، خصوصا كنعرفوا الناس الشوافريه كيعرفوا فاش كيبدا ديك الوقيته بين الفجر وطلوع الشمس كيكون الجو ما باينش بزاف، الضو ما باينش بزاف، وهذا الشيء كيزيد يطلع شويه الخطوره ديال السياقه الصباح ولا ايضا في المساء. ولا ما تنساوش تقولوا لنا الراي ديالكم في التعاليق، واش نتوما مع ولا ضد الساعه الاضافيه؟ شنو كيبان لكم فيها؟ نشوفكم.